انت الأستاذ وانت اللي بنتعلم منه، انت الإنجاز اللي باسمه الناس بيغنوا، انت اللي معفر ولا همك، صخرت همومي قصاد همك، انت اللي مخلي الناس تستقوى على تعبها، خليت العالم حكى عنك علشان الخوف بيخاف منك، خليت المحنة كأنها لعبة بتلعبها، يا أسد واقف بشجاعتك، اديتني دروس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك والعالم رهن إشارتك، الأمل انت اللي كتبته والتعب انت اللي تعبته، وفرضت عليه سيطرتك وفرضت عليه سيطرتك. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتنا. ألف مبروك لكل طلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين واللي قفلوا 30 من 30 في مادة اللغة الإنجليزية. تحياتي ليهم جميعا وتمنياتي ليهم بالتوفيق والتميز إن شاء الله. ولكل اللي ما حلفوش الحظ أتمنى من الله عز وجل إن هو يوفقهم ويكونوا في الصفوف الأولى في امتحانات الترم الثاني ويعوضوا بإذن الله تعالى. ونبدأ بأوائل المدارس. مدرسة محسن الإعدادية المشتركة. الأول سما محمد الساعاتي، ألف مبروك. ندى السيد الدهشان، مبروك يا ندى. ندى محمود عبد الدايم. إبراهيم عادل وردة. سعاد محمد البولائي. نورهان محمود عبد البديع. أحمد محمد همام. وألف مبروك لأحمد حافظ عويس على حصوله على الدرجة النهائية في الإنجليش. مدرسة البنات ببشلة. الأول نور محمد سمير الشامي، ألف مبروك يا نور. ندى تامر أحمد عيسى لطف الله، مبروك يا ندى. مريم أحمد محمود عبد الله الوتيدي، مبروك يا مريم. مدرسة محسن الإعدادية بنين. الأول صلاح عبد العظيم حليقة ومقفل إنجليزي، مبروك يا صلاح. عبد الرحمن هاني الغريب. محمد أحمد الحسيني ومقفل إنجليش، مبروك يا محمد. رفعت محمد عيسى. أمجد إيهاب الناظر. مدرسة الإتربي. الأول مصطفى أحمد لاشين ومقفل إنجليزي، ألف مبروك يا درش. وألف مبروك لكريم بهاء إسماعيل مقفل إنجليزي. ألف مبروك لكل الشباب، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم العلمية والعملية إن شاء الله.